السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم المكشكشه او الترند بقى اللي هو طالع في رمضان كده. قلت اعملها كده معاكم، ايه نختم بيها بقى ايه رمضان كل سنه كده وانتم طيبين. وطالعه بقى ايه ما شاء الله جميله كده وروعه زي ما انتم شايفين. نتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي يعني وصفه سهله خالص وبسيطه. ندخل بقى على الطريقه على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. اول حاجه هنعمل الكريمه، دولت كوبايتين ونص لبن. هنحط عليهم 3 معالق نشا او 4. 4. مش هنحط طبعا عليها سكر، هنحط عليها كان عندي قشطه كده في الفريزر، هنحط عليها ايه حوالي 3 معالق قشطه كده، بتخليها يعني ايه ده غنيه كده وطعمها حلو. اللي عاوز بقى يضيف زبده او اي حاجات تانية اللي يريحكم، بس انا بصراحه كانت حلوه خالص كده يعني. دي بقى لفه الجلاش، انا عملتها كده على شكل القالب اللي انا هنسوي فيه. اهم حاجه بس ان ايه نغطيها كده. جبت بقى القالب وهنحط بقى فيه هندهنه بس كده دهنة سمنة من تحت. نحط بقى طبقات الجلاش بتاعتنا، نحط بقى ورقة وندهن ايه شوية سمنة خفيف كده، مش يعني مش هنكتر. دي عشان اتقطعت بس مني بنسويها كده. وصفة يعني سهلة وبسيطة وما خدتش اي وقت وما كلفتش اي حاجة، وبتتباع في المحلات غالية خالص. احنا بقى نقدر يعني نعمل كل حاجة في البيت بأقل يعني التكاليف. هنضيف بقى الكريمة اللي احنا عملناها ما شاء الله زي ما انتم شايفين نازلة كمان جميلة خالص. هنسويها بقى كده في القالب بتاعنا. كده بقى خلصنا ايه نص الوصفة بتاعتنا. هنكمل بقى بالايه، نحط بقى الجلاش على الوش. هندهنه برضو دهنة خفيفة كده عشان يبقى طالع بقى ايه مقرمش كده معانا ومورق زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. هنلفها بقى كده زي المروحة كنا بنعملها كده واحنا صغيرين بالورق. طريقة يعني ما شاء الله سهلة خالص وبسيطة. هي تتبان في الشكل انها صعبة بس هي سهلة خالص. ونحطها برضو على الايه على الوش كده. انا باخد ورقة واحدة يعني عشان دي تبقاش تخينة، تبقى معجنة كده. انا عايزاها تبقى مورقة كده وحلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيت اعمل يعني كذا ورقة مع قدامكم عشان تعرفوا يعني الايه الطريقة وكده. هكمل انا بقى بقية الكمية ونرصها برضو بنفس الطريقة كده ونرجع لكم. هنا بقى بعد ما شاء الله ما خلصت بقى كل الكمية هنرش بس عليها شوية سمنة كده من على الوش.
هي ما خدتش ما شاء الله سمنه كتير، هم حوالي معلقتين وكمان ما خدتهمش كلهم، لاننا بنعمل ايه دهنه خفيفه كده بالفرش عشان كمان متبقاش ايه دسمه جامد يعني. ندخلها بقى طبعا الفرن اللي كنت مسخناه، اول بقى ما تطلع هنوريها لكم. هنا بقى ما شاء الله طلعت من الفرن واخده بقى اللون الذهبي الجميل ده. هننزل بقى عليها بالشربات اللي هو ايه وسط يعني، ولا تقيل جامد ولا خفيف. حطيت انا كوبايه وكوبايتين سكر وعليهم كوبايه ونص ميه وعصره ليمون، وحطيتهم على البوتاجاز ايه لحد ما جاهز. وبرضه حاولوا ما تكتروش يعني برضه ايه شربات. هرش عليها بقى شويه مكسرات كده من على الوش، دي طبعا اختياري يعني، ايه اللي حابب ما يرشش او اي بقى مكسرات ايه توفر عندكم. طالعه بقى كده جميله وروعه زي ما انتم شايفين. هنا بقى بعد ما هدت خالص وبردت هنقطعها بقى معاكم. طلعت بقى كمان حته في الطبق. بقول لكم يعني انها ما شاء الله مقرمشه خالص، واخده بقى لون ذهبي جميل كده. اتمنى بقى الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.